السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي ومتابعات قناة أمور الدين الخياطة والتفصيل، أهلا وسهلا بالجميع. اليوم راح نعاود لكم الدروس عند نزولا عن طلب الكثير من المبتدئات. راح نبدأ لكم الدروس نعاودها لكم من جديد. راح نفهمكم كيف إذا عدتي حابة تتعلمي الخياطة، ها هي الأساسيات اللي لازم تبداي بها. هنا الأخوات لازم تكون عندهم ريجستر يسجلوا فيه كل المواضيع اللي نقولهم أنا. أول شيء بالنسبة اللي حابة تتعلم الخياطة لازم تكون هي بذاتها عندها موهبة ورغبة، وفوق الرغبة هي عندها حب، عندها طموح وعندها روح التحدي باش تتحدى يعني صعوبة الخياطة. أول شيء لازم تتعلموا هو انك تجيبي ريجستر تاع الخياطه، ريجستر تتعلمي فيه هاد الاشياء اللي راح نحطها لك. نقولوا هنايا باللي انه من اساسيات تعلم تاع الخياطه هو انك تشري الماشينه. انا ننصح انك تشري الماشينه تاع سنجير اللي هي من الاساسيات. يعني هنا واش راكم تشوفوا فيا، انا راني خيط في روبة خاصه بالدار او تروحي بها ضيفه، بس في نفس الوقت انا نكمل لكم في شرح درس كيفاش تتعلمي الخياطه. تبعيني الاخت انه الخياطه هي سهل ممتنع، يعني تقدري تكوني تشوفيها سهله وتقدري ديريها، وبالصح في نفس الوقت باش تتعلمي الخياطه وتكوني خياطه حقيقيه لازم لك تتحدي نفسك، تتحدي انك هذا الماكينه اللي ما نقدرش نتلاح ليها لازم نتلاح، نبدا نخدم بها. من يأسش، ما كانش اللي زاد متعلم، لازم الحب نتاعك للخياطه يخليك انك كيما نقولوا حنايا حبك انك تشوفي فستان هكذا وتحبي تخيطي كيفه، وتتحدي انك ما تخافيش من الماشينه. لازم ما تخافش بنتي من الماشينه ابدا. انتبهي هنا الاخت، لكان خفتي من الماشينه ما راكيش رايحه تقدري ديري حتى حاجه. خلينا من تقولي لازم نروح نقرا في المدرسه او تقريني وحده، لا مش هذا هو المشكل. المشكل هو تحدي نفسك كيفاش انك تتعلمي الخياطه. لازم ما تخافيش، لازم كش ما عندك دراوات في الدار، كش ما عندك قماش قديم في الدار، تبداي تبراتيكي في الماشينه. ما تخافش بنتي، ما تخافش اختي، ما لازمش تخافي من الماشينه. وشن هي عليك ديري لها الزيت، زيتيها، ولا كانت جديده، حتى وكانت جديده وشريتيها ما جديده زيتي الماشينه تاعك، وجيبي اطراف صغيره من القماش وبداي تعلمي كيما كانت كنا في صغرنا كامل نتعلموا نهزوا مقص وقماش ونقطعوه. ما تقوليش باللي انا ما عرفتش لازم لي تروح. حتى كاين بعض الاخوات انهم حتى وتعلموا في مدارس وعند اخوات وما قدروش يمارسوا الخياطه. ليه؟ ما تحداوش نفوسهم، ما تحداوش. يعني ما كانش واحد زاد متعلم، فهمتيني؟ لازم تشري الماشينه كيما راكي شفناها. ها اول حاجه انا ننصحك تشري هذه الماشينه. وعلاه؟ لانها نقولوا سوليد، هي مش راح تخيط كيما الماشينه اندستريال، لا، ومش راح يكون بصح هي تساعد المبتدئه. لا، سومتها رخيصه يعني، وتساعدك باش تتعلمي. لانه تروحي تشري واحده
اندستريال وتخربيها بالتعليم ما كاينش منها. تشري ادوات عفوا تشري ادوات الخياطه، فهمتيني؟ تشري الادوات اللي تخيطي بهم، رايحه نديرهم لكم في فيديو قادم بحول الله. وتجيبي طرف قماش ايا كان، ما كانش ما عندكش باش ما تقوليش ما عنديش طرف قماش، جيبي اي طرف قماش ولا دراع. مثلا انا نطرح لك في الفيديو ونقول لك ها هو كيفاش ديتي، روحي جيبي هذاك الطرف تاع القماش صغير كيما هكا ولا دراع، قطعي من الدراع وجيبي وحط، ما تحطيش عليها سيالي، خلينا من انك تحطي عليه سيالي. ديري كيما راني نشوف عليك، شوفي هكذا حاذري على الاصابع تاعو، حاذري انتبهي. شوفي تحطي قطعه القماش هكذا، فهمتي؟ وتضغطي بشويه على الرجل، بشوي تبداي بشوي، ما تسرعيش في الضغط على الدواسه، لا بالعقل بنتي ولا اختي، اضغطي بالعقل، لانه كي تسرعي راح تزرب بيك الماشينه وما تمشيلكش خط مستقيم، فهمتي؟ وحاذري على الصبع تاعك، يعني تضغطي هنا بالدواسه بسرعه تقدري تقيس لك صبعك تعشي في مشكل. اذا الضغطي بالعقل وهي تمشي، تضغطي بالعقيله ومشي شوي، بس شوفي يديك وين يكونوا، حذاري تهبطي الرجل تاع الماشينه، تجبدي الخيوط للخلف، زوج خيوط او خيط من فوق وخيط من تحت، راح نوريكم كيفاش تجبديه من تحت، في رغم انني وريتوكم في فيديوهات قديمه، لكن الفيديوهات الجديده غطات على الفيديوهات القديمه. وتهبط ساعدي الماشينه بشوي بهذا الشارو هذا، تعاونيها باش تدخل الابره في حال ما دخلتش مباشره بشوي. اجبدي الخيط من هذا اللي كتشوفي فيه فوق البرع، جبديه بشوي، اضغطي بشوي، اضغطي بشوي بعد ما حطيتي الدباسه نحيدي. كتشوفي في هذا الكشكشه اللي منا في الجهه اليمنى، هذه في حاله ما اذا ضغطتي بالدواسه على الدواسه ما جبدتيش القماش راح دير لك عمليه الكشكشه. خلينا من عمليه الكشكشه دوكا، رانا في الخطوط المستقيمه والخياطه المعتدله. اليمنى تجبد الخيوط هذوك اثنين، تبداي بالشويه بنتي، نبداو الخط شوفي حاذري بالشوي وما تخافيش. شوفي اليد تاعك وتحطيها نهار الاول، اليد اليمنى تجبد في الخيوط الزوج هذوك، واليد هذه تحكم الكتان باش ما يزربش روحو الكتان، واليد اليمنى راهي تجبد في الكتان. شوف، والدواسه بالعقل. شوفي اليد تاعك وين تكون بعيده، لازم تكون بعيده على البرع. حاذري تتوصلي هنا وتجبدي يدك، شوفي تتوصلي هنا وتعاودي اجبدي يدك باش طلعي تلقاي الخياطه تاعك هاديه، فهمتيني؟ حاولي ما تحبسيش ما تسرعيش الدواسه، اضغطي بالعقل. كي تجبدي في الخيوط عاونيها بهذاك الشاريو اللي من يدك وانت تدوريه باش تجبدي الخيوط باش ما يتقطعوش، فهمتي؟ ها هي نورمال، حبيتي تتبعي هذه الخطوه. اما هذا الكشكشه راهي عمليه في حال ما اذا تركتي، كاينه فساتين وكاينه حجابات جديده نديروا بهم الكشكشه، انك تضغطي على الدواسه وما تلحيش القماش تاعك، تخليه يمشي واحد، تخليه يمشي. شوفي كيف الكشكشه عندك عمليه الكشكشه، يعني معناتها لو انك تتبعي النصائح نتاعي وتتبعي القناه راكي رايحه تستفادي الكثير. انت شوفي عمليه الكشكشه مع الوقت رايحه تتعلميها بنتي او اختي، يعني معناتها الخياطه هي حاجه، اول حاجه تتعلميها هي انك تتمكني من الماشينه، تتمكني من الماشينه وتعود الماشينه تقدري لها التفصيل ساهل. الشيء الوحيد اللي لازم هو انك تتمكني من الخياطه. اذا تمكنتي من الخياطه رايحه يعني نأكد لك بلي راح تولي محترفه. اما تحديتي الماكينه وقدرتي للماكينه وما صراتلكش حوادث في الماكينه،
اعرفي باللي هنا رايحه باذن الله راح تصبحي من المصممات الكبار. ترسمي خطوط طويله تقدري هنايا وترسمي ديري دوائر الخطوط لكن عدتي ما تعرفيش وتحاولي تتبعي ديري خطوط مستقيمه بدون مثلاً سيال. تحطي ديري هكا خطوط بالسيال وتدخلي وتبعيها حاولي يوميا، مره صباح ومره مساء. تبعي العفو. يعني المهم وانتي تعلم رايحه تحصلي على نتائج جيده بحول الله. ومن بعد ما تحبي تنسيش الاخت النصائح اللي رانا نمدو لكم فيها راهي لصالحكم. يعني معناتها تبعي من القناه وبالحق راح نشرح لكم جميع الدروس ان شاء الله رايحه تستفادوا منها كي تتعلمي باذن الله. الابوك ما تنسيش بقى هنا تعاوني الشالو باش ماشينا والخيوط قطعي بالعقل. ايضا ما تنسيش اخوات انك بعد ما تتعلمي الخياطه راكي رايحه لازم تشري ادوات الخياطه، وادوات راح نتكلم لكم عليهم بحول الله في الفيديو القادم. حنشرح لكم بالتفصيل كل يعني جهاز واش يستعمل. فقط تحدي نفسك، تحدي الخوف، تحدي الماكينه تصبحي. هذا القماش دائما لازم يكون تحت رجل الماكينه باش ما تفسدش بحول الله. التحدي والطموح وحب الخياطه هو اللي حيوصلك باش تكوني خياطه ماهره بحول الله. السلام عليكم.